مع انه سر علمي مش عشوائي خالص. عمرك سألت نفسك سؤال ليه الدفاية بتتحط تحت والمكيف بيتحط فوق في اعلى الغرفة؟ 90% من الناس ما يعرفوش الحكاية دي، مع انه سر علمي مش عشوائي خالص. يلا مع بعض كده نفهم ليه المكيف بيتحط فوق والدفاية بتتحط تحت. الموضوع بيرجع لحاجة اسمها convection current، يعني تيارات الحمل. الهواء الساقع بيبقى تقيل بطبعه فدايما ينزل لتحت، والهواء الساخن بيبقى خفيف فبيطلع لفوق. حلو الكلام؟ يلا بقى نشرح على المكيف. المكيف هنا يا رجالة لما بيسقع الهواء بيسقع بيبرد فبيتقل فبينزل لتحت، يطلع مكانه الهواء السخن عشان يدخل المكيف ويسقع فينزل لتحت تاني، فالهواء الساقع ينتشر في الأوضة كلها فالأوضة كلها تسقع، وكأن الهواء هيتقلب معاك ويتحرك معاك من غير ما انت تتدخل، ويبقى اوتوماتيكلي الهواء بيتحرك من غير ما انت تاخد بالك. نيجي هنا للدفاية. لما بتتحط تحت بتسخن الهواء، واحنا عارفين ان الهواء لما بيسخن بيبقى خفيف فبيطلع لفوق، فينزل مكانه الهواء الساقع علشان يدخل جوه الدفاية فيسخن فيطلع لفوق فينزل مكانه الهواء الساقع، وهكذا الغرفة كلها تسخن وينتشر فيها الهواء الساخن اوتوماتيكلي من غير اي تدخل منك. سؤال ذكي هنا، لو واحد ناصح وقال لي بدل ما نطلع فوق واركب المكيف فوق يا عم ما احطه تحت، ايه اللي هيحصل؟ لما يسقع الهواء والهواء يبقى بارد هيفضل تحت يخلي رجليك متلجة لكن باقي الغرفة لسه سخن. فعشان كده غلط كبير قوي انك تحط المكيف تحت، علشان هيسقع الجزئية اللي تحت ومش هيعمل حاجة في الغرفة. لو انت المعلومة دي عجبتك اديني لايك، ولو في عندك سؤال علمي عايز تستفسر عنه اكتب لي في الكومنتات وانا اعمل لك فيديو ليه اشرح لك السر العلمي اللي فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت معاكم محمد الشهاوي.